السلام عليكم. في يوم من الأيام واحد راح يبيع عربية، بس دي ما كانتش أي عربية، لأن بسببها اتكشف جرايم غريبة جدًا. لو صاحي ركّز معايا، لو هتنام زي كده طفّي النور، استرخي واسمع معايا الحكاية. حكايتنا في 2003 في محافظة كفر الشيخ، بالتحديد مركز الحمول. واحد عادي رايح معرض عربيات، عنده عربية رايح يبيعها. دخل للراجل: السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. قال له: أنا عندي عربية 2002، طبعًا 2002 وإحنا حكايتنا في 2003، يعني عربية جديدة، يعني لسه يا دوب بتاعة السنة اللي فاتت. قال له: عايز أبيعها. قال له: تمام ماشي أشوفها. الراجل صاحب المعرض شاف العربية وشيّك عليها. المهم: تعمل كام دي؟ أو عايز فيها كام؟ قال له: عايز فيها 20,000. قال له: لأ، 20,000 كتير، دي يا دوب 15. قال له: خلاص ماشي موافق. هنا الراجل صاحب المعرض شَك، لإن العربية دي ساعتها في وقتها جديدة، زيرو تعمل 80، على الوضع بتاعها تعمل 60، فالراجل طالب فيها 20، هو قال له 15. قال له: موافق، إزاي ما تجيش؟ فهي زي ما بنقول الفار لعب في عبه. المهم: أخد مواصفات العربية، وأخد رقم شاسيه العربية، وقال له: طب ماشي هاشوفها واشيّك عليها وكده، وعلى أمّا أجمّع الفلوس عدّي عليّا المغرب. قال له: تمام، وبالمرّة هات معاك العقد بتاعها. قال له: لأ، العربية مش بتاعتي، العربية بتاعة واحد صاحبي. قال له: خلاص تعالَ لي المغرب وهات صاحب العربية وتعالَ. قال له: خلاص ماشي هاجي لك. إحنا كنا إمتى الكلام ده؟ كنا الضهر، يعني 12 واحدة، فهو هيروح له المغرب. قال له: على ما أجهّز لك الفلوس هتيجي لي المغرب. قال له: تمام، تمام، اتفقنا، اتفقنا. الراجل صاحب المعرض راجل أمين، فعشان يأمِّن نفسه أكتر وما تبقاش أهي بيعة وكسبت فيها وفرصة والكلام من دوّة، لأ، بلّغ الشرطة على طول. ده مشي من هنا، ده رفع سماعة التليفون، طبعًا التليفون الأرضي، وده رفع سماعة التليفون كلم الشرطة. قال له: السلام عليكم، أنا حصل معايا كذا، 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 أنا جالي واحد يبيع عربية وبصراحة شاكك فيها لإن هو عرض عليّا سعر أقل من سعرها بكتير. طب قُل لنا إيه مواصفات العربية؟ قال لهم عربية لونها كذا، كذا، اسمها كذا، كذا، مواصفاتها كذا، كذا، وأهم حاجة رقم الشاسيه بتاعها كذا، كذا. طبعًا ده راجل بتاع عربيات، هو عارف إن رقم الشاسيه يفرق مع الشرطة. خدوا المواصفات وكشفوا عليها في مصلحة الأمن العام. طبعًا مصلحة الأمن العام دي اللي هي مختصة بجمع المعلومات ومواصفات العربيات والسيارات والمرور والكلام من دوّة يعني. كشفوا عليها. المفاجأة إن العربية متبلّغ بسرقتها. منين؟ من معرض في المُقطّم. راحت الشرطة طبعًا على الميعاد اللي هييجي فيه الأخ اللي عرض العربية، هو والأخ التاني صاحبها اللي هييجوا، واستنوهم. فعلًا بعد المغرب بشوية جُم الاتنين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلوا. يا حاج، أنا جِبت لك الراجل صاحب العربية، طبعًا اللي بيتكلم مجدي، جايب له صاحب العربية. مجدي ده اللي هو اسم الشخص الأولاني. جايب صاحب العربية، صاحب العربية اللي جاي مع مجدي اسمه أسامة، الاتنين أصحاب. دخلوا طبعًا المعرض، قعدوا، اتفاجئوا إن في ناس داخلة عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم شرطة الحمول، أنت صاحب العربية؟ قالوا: لأ، ده صاحب العربية أسامة، اللي هو صاحبه يعني. فرد أسامة قال له: أيوه يا فندم. قال له: أنت صاحب العربية؟ فأسامة اتلخبط في الكلام، قال له: لأ، هي عربيتي لأ، ده أنا واخدها من واحد صاحبي مستلفها منه. قال له: طب اتفضلوا كده أنتم الاتنين معانا. أخدوهم الاتنين عشان يكملوا التحقيقات في القسم، وأخدوا العربية طبعًا. ورّينا بقى يا أسامة رخصة العربية دي. فطبعًا لمّا أخدوا شوفوا الرخصة باسم حد تاني، وهو باسم الراجل اللي مبلّغ باختفائها، اللي هو الراجل اللي اتسرقت منه العربية. فقالوا له: العربية دي جايبها منين؟ قال لهم: بصراحة أنا هاقول لكم الصراحة. اتفضل. العربية دي أنا سارقها من المُقطّم، من معرض عربيات. سرقتها إزاي وعرفتها إزاي؟ قال لهم: أصلًا أنا كنت ساكن في المُقطّم، وكان معرض العربيات دوّة الراجل ده أنا كنت باتعامل معاه، وكنت دايمًا لمّا أحب أسافر كفر الشيخ كنت باروح أأجّر منه إيه، عربية أنزل بيها. العربية دي كنت أجّرتها منه مرّة و2 و3، وأنا أعرفها، أعرف العربية وأعرف المعرض وأعرف الراجل. تمام، سرقتها إزاي؟ كنت معدّي في يوم من قدّام المعرض وهي راكنة برّه، بصّيت يمين شمال ما حدّش شايفني، كسرت إزازها وسرقتها. وطبعًا أيامها لا كان لا في كاميرات ولا كان في حاجة. أخدتها ونزلت بيها الحمول، قابلت مجدي صاحبي، وهو عرض عليّا إن هو يساعدني إن هو يبيعها وكده. بس دي قصة العربية. تمام، خلصت الحكاية على كده؟ لأ، استنى بس، رايح فين؟ لسه ما خلصتش. طبعًا رجال الشرطة لمّا أخدوه معاهم راحوا يفتشوا بيته. ساكن فين؟ ساكن في الحتة الفلانية، راحوا يفتشوا البيت اللي هو فيه.
أثناء تفتيش البيت لقوا في مركون بره عربية ميكروباص قدام البيت، بس لفت انتباههم إن العربية دي معلهاش نمر، ومش مكتوب عليها المعلومات بتاعتها اللي بتبقى على الجنب، بتبقى على الباب كده من على الجنب، مفيش لا نمر ولا معلومات. إيه الميكروباص ده؟ فسألوا الست صاحبة البيت. طبعا البيت ده كان بيت مستأجر، كان أسامة مأجره من واحدة ست، هو كان باسم واحدة ست. فسألوا ست صاحبة البيت، قالوا لها العربية الميكروباص دي راكنة قدامك بقالها قد إيه؟ قالت لهم ياه ده راكنة بقالها أكتر من شهر. إيه قصة الميكروباص ده بقى؟ قالت لهم والله الميكروباص ده بتاع الأستاذ أسامة. أهلا، أستاذ أسامة تاني؟ امم قالت لهم هو جابه وعرضوا عليا إن أنا أشتريه، واداني فيه سعر كويس، وأنا بصراحة كنت عايزاه، بس ببص عليه ما تلاقيتش عليه نمر، فسألته عن النمر بتاعته، قال لي هو كده. طب ورق العربية؟ قال لي ملهاش ورق. قلت له لا ما تلزمنيش، مش عايزاه، بس وادي الحكاية بتاعته. المهم رجال المباحث خدوا مواصفات الميكروباص، اللون ورقم الشاسيه، وكشفوا عليه في مصلحة الأمن العام. اكتشفوا برضه إن الميكروباص ده متبلغ بسرقته، وكمان اختفاء السواق بتاعه اللي هو صاحبه. يخرب بيتك يا أسامة. راحوا لأسامة، ايه قصة الميكروباص ده كمان يا أسامة؟ قال لهم في يوم أنا كنت بسأل على سواق يوصلني للحمول، فواحد صاحبي اداني رقم السواق ده، قال لي ده معاه ميكروباص يوصلك، كلمه. فخدت الرقم واتصلت بيه، طبعا رقم أرضي اللي هو هيتصل على البيت يعني. اتصل بيه الصبح الساعة 9 10 كده، ردت عليه مراته، مرات السواق، قال له السلام عليكم، ده رقم فلان الفلاني؟ قالت له ايوه اتفضل. قال لها ممكن اكلمه؟ قالت له والله هو حضرتك بيجي بعد الظهر، يعني على الساعة واحدة كده حضرتك هيكون موجود في البيت. قال لها خلاص ماشي هبقى اتصل بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالفعل كلم الراجل على الساعة واحدة كده، لقاه موجود في البيت، كان راجع يتغدى. فقال له والله أنا كذا كذا ونازل كفر الشيخ. طبعا هو بينزل كفر الشيخ، هو أصلا مش من كفر الشيخ، هو من القاهرة، بس هو كان مأجر بيت في كفر الشيخ زي ما يكون إيه، رايح يهرب هناك يعني، بعيد عن حاجة عاملها، البلاوي السوداء اللي شغال فيها يعني. المهم وعايزك توصلني هناك ومعايا شوية شنط وكده وهرضيك. الراجل قال له أنا عايز منك كذا كذا. أسامة قال له موافق موافق. المهم قال له طب نتقابل فين؟ قال له نتقابل في شارع القصر العيني الساعة 4 بعد العصر، واخد منه مواصفات العربية ولونها عشان لما يشوفه يعرف، طبعا لأنه برضه كان بالتليفون الأرضي، فهو هيروح يستناه في نفس الميعاد وبنفس المواصفات، أنا مواصفاتي كذا كذا وده مواصفات العربية بتاعتي كذا كذا، وهيتقابلوا على الساعة 4. ده كان الشغل بتاع زمان يعني، قبل بقى التليفون المحمول والكلام من ده. المهم بالفعل قابلوا الساعة 4 وأخدوا، أخد أسامة معاه وراحوا، قال له بقى تعالى نروح البيت في المقطم هنجيب الشنط. وصلوا لحد البيت في المقطم، فقال له تعالى انزل معايا عشان لسه في شنط متفتحه ولسه هحط شويه حاجات وكده، هتاخر معلش نص ساعه. فالسواق قال له خلاص انا هستناك هنا في العربيه لحد ما تخلص وكده، انده عليا اشيل الشنط معاك وننزلها ونركب. قال له والله لا تيجي يا اخي ما ينفعش، ده انت ضيف، ده انت مش عارف ايه، طب تعالى حتى اشرب شويه شاي، يشد ويحلف. المهم الراجل قال له خلاص ماشي يلا اطلع معاك، وطلع معاه. هم يا دوب دخلوا من هنا، ومرحب مرحب بالضيف، اقعد بس اخش اولع على الشاي جوه. دخل المطبخ، كان مجهز السلاح في المطبخ، دخل جوه جاب السلاح ومن ظهره قام جاي مديله طلقه في دماغه مريحه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا ساتر يا رب، ده راجل جاي يوصلك، راجل ضيف يا اسامه. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا كان مجهز مشمع بلاستيك كبير، فرشة بلاستيك كبيرة كده، والبلاستر كان مجهزه. لف الراجل في الفرشة البلاستيك لفه لفة كويسة، ولف عليه البلاستر، غلفه كويس وظبطه، ومسح طبعا الآثار وغسل الدنيا وظبط وستنى لحد ما الدنيا هديت بالليل خالص. طبعا أسامة ده كان شقته في الرابع، نزل خد الجثة ونزل بقى للدور التاني. الدور التاني دور مهجور وبترمى فيه زبالة وما فيش حد بيخش فيه ضلمة. دخل رمى الجثة فيه من جوه، ونزل يومها بالليل خد العربية وسافر لكفر الشيخ. وطبعا من ساعتها لا يعرفوا عربيته راحت فين، ولا يعرفوا الراجل ده مكانه فين. اكتشفوا مكانه طبعا بعد ما أسامة اعترف. يا انت بني ادم غريب يا أسامة. مين بقى أسامة اللي عمال يسرق عربيات ويموت؟ مين ده؟ لما رجال المباحث سألوا على أسامة واتحرى عنه، لقوه واحد بيتنقل من مكان لمكان، ما بيثبتش في مكان واحد. كان ساكن قبل المقطم في حدائق القبة. طبعا المقطم دي فوق في شمال القاهرة، وحدائق القبة دي في الوسط كده تقريبا. ومتجوز من 10 سنين
ومعاه بنتين، بنت عندها 9 سنين وبنت عندها 5 سنين، وكان معاه محل ملابس حريمي، وكان شغال مِيَّة مِيَّة. بس المفاجأة اكتشفوا إن مراته مختفية بقى لها 6 شهور وهو مبلّغ عن اختفائها. يا ساتر يا رب! أنت تاني! طبعًا ده واحد حرامي وقاتل ومراته مختفية، يعني في نسبة كبيرة من الشك فيه إن هو يكون عمل فيها حاجة. طبعًا رجال المباحث قاموا معاه بالواجب، تعالَ مراتك فين؟ قال لهم ما أعرفش عنها حاجة. هتتكلم والّا ضيّقوا الخناق عليه وضبّطوه، قال لهم بس أنا هاتكلم. فين مراتك يا أسامة؟ قال لهم قتلتها. يخرب بيتك يا أسامة! ليه وإزاي يا ابني؟ طبعًا قال لهم أنا كنت متجوّز من 10 سنين ومعايا بنتين زي ما قُلنا، وكان معايا محل ملابس، بس الدنيا ضاقت عليّا وما بقتش مضبوطة معايا وقفلت المحل وخسرت، وكانت في مشاكل ما بيني وبين مراتي. إيه المشاكل؟ أقول لكم أنا منين جات المشاكل. المشاكل إن أسامة ده قلعُبان وديله أعوج، ومن الآخر ليه في المشي البطّال، وكانت علاقاته النسائية كتيرة، ومراته قفشته كذا مرّة وهو بيكلم حريم في التليفون، وهو بيكلمهم بشكل مش كويس. واللي زاد وغطّى إن كانت معاهم واحدة جارتهم في نفس العمارة اسمها سحر، دي سِت مطلّقة ومعاها أولاد، وكانت صاحبتهم، يعني هي كانت صاحبة مراته في الأساس، فكانت بتيجي عندهم زيارات، كانت بتزورهم في البيت. طبعًا أسامة كان بيشوفها، كان بيكون موجود، عارف إن هي صاحبة مراته، فكان بيتكلم معاها. نظرةٌ في ابتسامةٌ في موعد فلقاء فخيانة، ومراته عرفت بالكلام ده. طبعًا كانت مشاكل السنين ومراته لها حق، فقرر يخلص من مراته عشان يصفى له الجو مع صخر. جه في يوم قام واخد بناته ومودّيهم عند جيرانه، واستفرد طبعًا بمراته في الشقة لوحدهم، جاب السكينة وقام جاي دابحها. لا حول ولا قوة إلا بالله! بني آدم سايكوباتي غريب، ولفّها نفس اللفة وأخدها في يوم بالليل على ترعة المريوطية وقام جاي راميها، ولم تُكتشف الجثة. وحتى لمّا اُكتشفت بعد كده ما عرفوش هويتها. ليه بقى ما عرفوش هويتها؟ لإن أهلها، أهل مرات أسامة، ما قدّموش بلاغ، لإن هو أقنعهم إنها هربت، لإن هُم طبعًا كانوا عارفين إن في مشاكل كتيرة أوي ما بينهم، وكذا مرّة كانت بتهدده أنا هامشي واسيبك، هامشي واسيبك، هاسيبك أنت والعيال. فهو أقنعهم إنها هربت وطفشت، فعشان كده ما قدّموش بلاغ. طبعًا بعد كل الاعترافات دي، يعني حرامي، سارق كذا مرّة، وقاتل أكتر من مرّة، ولا عنده قلب ولا رحمة ولا دين ولا يعرف حاجة عن الإنسانية، اتحكم عليه بالإعدام في 2004، وتقريبًا اتنفّذ الحكم في 2006. الحمد لله ربنا ريّحنا منّه ومن شرّه. كذا نقطة كده عايز أعلّق عليهم بس كده على السريع. لمّا ييجي حد غريب من برّه عايز يأجّر عندك في البيت، اسأل عليه الأول، ما ممكن يكون عامل مصيبة برّه، ممكن يكون عامل جريمة وهربان. اسأل عليه، ما تقعّدوش كده وخلاص. لو شكّيت في حاجة زي عربية واقفة بقى لها فترة كبيرة ما حدّش بييجي يمّتها ولا بيسأل عليها، اسأل أنت عليها، دي صاحبها مين، تبع مين، قدّم بيها بلاغ. وبالذات لو العربية دي ما لهاش نِمَر، واقفة وما لهاش نِمَر، ممكن تكون مسروقة، عربية معمول بيها مصيبة. ومش معنى إن الظروف ضيّقة علينا نروح نعمل جرايم، نروح نسرق. اجتهد، اشتغل، اعرق، اكسبها بالحلال، حافظ على بيتك وحافظ على عيالك، اتقي ربنا في لقمة عيشك، عشان ما تخسرش كل حاجة، تخسر بيتك وشغلك وأهلك وعيالك، وفي الآخر تخسر نفسك، وفوق ده كله تخسر دينك. ودي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.